عنها. سيدة أبوها كان زعيم مكة وقائد المشركين وقتها، وهي كانت من أوائل المهاجرات للحبشة. صبرت على الغربة وصبرت على صدمة عمرها في جوازها، فكانت المكافأة إن ربنا جعلها أم للمؤمنين بطلب زواج جالها وهي في قارة تانية خالص. النهاردة حكايتنا عن الصابرة المحتسبة، أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. السيدة رملة هاجرت مع جوزها عبيد الله ابن جحش للحبشة علشان يهربوا بدينهم، وهناك في بلاد الغربة حصلت الكارثة. جوزها ساب الإسلام مرتد وفضل يشرب خمر لغاية ما مات. تخيلوا الموقف، ست وحيدة في بلاد غريبة معاها طفلة صغيرة اللي هي حبيبة، وأهلها في مكة لسه مشركين وبيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رملة ثبتت على دينها وقالت الله ربي، وفضلت مستنية فرج ربنا. وهي في الحبشة شافت رؤية ان حد بينادلها بأم المؤمنين، وبعدها بأيام بعت لها ملك الحبشة النجاشي جارية تقول لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبك. من كتر فرحتها قلعت الخواتم والأساور اللي كانت لابساها وادتهم للجارية اللي بشرتها، والنجاشي هو اللي عمل الوليمة وأصدقها، يعني دفع مهرها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهرها ملكي 400 دينار ذهب. أم حبيبة لما راحت المدينة كانت سيدة وقور عاقلة ومحبة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أشهر موقف ليها لما أبوها أبو سفيان راح المدينة قبل إسلامه علشان يجدد الصلح، ودخل بيتها وجه يقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ففورا طوت الفراش ومنعته. قالت له بكلمة قوية: هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. وده بيبين ان حبها للنبي صلى الله عليه وسلم كان اغلى عندها من اغلى الناس. السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت بتتميز بلقب العاقلة والوقور، ورغم ان الغيرة بين الزوجات شيء طبيعي إلا ان مواقفها كانت دايما بتنتهي بمنتهى الرقة. المفاجأة بقى اللي كتير مننا ما كانش يعرفها ان ام حبيبة هي كمان شاركت مع السيدة عائشة والسيدة حفصة في الموقف الشهير اللي نزل فيه صدر سورة التحريم، لما النبي صلى الله عليه وسلم